هذا الموضوع نخش في الموضوع الثاني. يجوني بعض الاخوه يقولوا يا فهد بالله تكلمنا على موضوع علاء عنبر وحليمه بولند والكابتن ريما والخرابيط هذه. اول شيء رحت اتفرج اشوف ايش الموضوع. من كابتن ريما؟ هذا رجل متنكر بزي امراه، ما عرف يتنكر ولا هي امراه مسترجله ولا ايش بالضبط، انا ماني فاهم. منظر مقزز قبيح جدا فوق الوصف، شيء صوت شكل شعر، شيء يجيب الاستفراغ. فما راح اقدر اتكلم على هذا الكائن الغريب اللي انا ماني عارف ايش هو اصله وفصله وايش هو اصلا ايش نوعه ماني عارف. فسيبونا من كابتن ريما والقرف ده. نجي لحليمه بولند، الكائن الاخر الغريب اللي ما هو عارف ايش يبغى من الحياه. انا ما تهمني حليمه بولند لانه مستنقع، قلت لكم دائما المستنقعات لا تنزلوا رجولكم فيها عشان ما تتوسخوا. لكن استفزني في مقطعها اللي قاعده تتكلم فيه على اخواتنا اللي هم ينتقدوها، اخواتنا اللي قالوا لها حرام، وقالت الحلال والحرام ما حد يتدخل فيه، هذه عادات وتقاليد. بعض الاخوه راحوا قالوا لها هذه عاداتهم وتقاليدهم، هم حرين يفسخوا ما يفسخوا، يلبسوا شورتات، يلبسوا مايوهات، يلبسوا اللي يلبسوه طريقتهم. لا يا حبيبي، في الاسلام ما في شيء اسمه حريه، البس اللي ابغاه، ولا في شيء اسمه اتفسخ على زي ما انا ابغى، ولا في شيء اسمه انه هذه عادات وتقاليد. الاسلام واضح، الحلال بين والحرام بين، هذا اسلام. انت اذنبت اعترف، قول والله هذا حرام وانا اذنبت، هذا حرام وانا سويت شيء غلط. لكن تذنب وتقول لي لا عادي عادات وتقاليد، اقول لك اقلب وجهك. علشان بأكد كلامه وبرد عليه، والحين بشرح لكم اياه. واحد يقول الفنانات هم اللي لابسات لبس مغري، لبس مغري، بس عقلك المخري. هي في بلدها تلبس زي كذا وتلبس شورت وتطلع تتمشى، عاداتهم وتقاليدهم. ما تقدر تمشي العالم على كيفك وعلى عاداتك وتقاليدك، تبي تلبس. لما حطيت هالمقطع الحين أبي أبين إن كل واحد حر بلبسه، بحياته، بطريقته، دام أهله راضين ودام هو راضي عن نفسه هو حر. وكلام ممدوح صحيح، يعني ما تقدر تمشي الناس على فكرك وعاداتك وتقاليدك. كل واحد من بيئة، كل واحد من عادات وتقاليد تختلف عن الثانية. يعني أنا لاحظت هالشي مو بس على صوري، يعني كمية المرض النفسي في الكومنتات مو بس. ما في شيء اسمه عادات وتقاليد، ما في شيء ابدا في الاسلام حلال وحرام. انا غلطت اعترف بغلطي واقول يا رب يهديني ان شاء الله ويعفو عنه ويغفر لي وما اكرر الغلط هذا. لكن تيجي تقول لي عادات وتقاليد الدوله هذه تسمح لي باني انا انزل بالمايو، عادات وتقاليد الدوله هذه تسمح لي اني انا ارمي حجابي واتفسخ واتعرى. معليش غلط، لا تتفسح حضرتك، تحاول تقنعنا. والاخوات اللي انت قلت عليهم مستدعيات الشرف والدين، روحوا استغفروا ربكم، لان هذه ذنوب كبيره. شود الله يغفر، شود الله يغفر لكم يا الداعيات الفاضلات، يلي الله لا يشغلنا الا بطاعته. يعني بهالوقت اللي قاعد تكتبون فيه كومنتات، روحوا صلوا، روحوا سووا شيء يفيدكم احسن من اللوك لوك لوك لوك. خلصنا عاد الحين من المدعيات بالدين والمتسترات تحت اسم الدين. غصبا عنك وعن وجهك وعن اللي معاك يصفقوا لك اهل دين وشرف واهل عفه، لانهم منعوك من الحرام، يقولوا لك هذا حرام وانت ما عجبك الشيء هذا. انتم عندكم هذا اللي يقول لكم حلال وحرام، تقولوا سايق الشرف مستشرف. امال انتم ايش تسموكم؟ انتم سايقين الدعاره مستدعرين؟ ايش نسميكم بالضبط؟ ماني فاهم انا. وجاي واحد يقول لي علاء عنبر اعتذر لها بعد ما كان يسوي لها علاء عنبر خرب. علاء عنبر اعرف انه هاجم حليمه واحلام وكان يهزئهم ويسبهم صح في الفاظ ما كانت مقبوله، لكن اللي اعرفه كان يهاجمهم. كيف اعتذر لهم؟ حابب اقدم اعتذار لاحلام الشامسي، وحاب اعتذر كمان لحليمه بولند. لا تزعلوا، ترى الدعوه طقطقه ومزح، والله ما في الخاطر شيء. وبالذات انت يا حليمه ان شاء الله يوم تكوني طالعه من النادي وانا اعنقلك. ما ادري انتوا ايش تقولوا لها بالكويتي. حليمه انا اسف، وكان بالود اقول لك انا اسف بالكويتي، بس لغتي الكويتيه شوي ضعيفه. انا اسف. في الكويتي عندي الرايتنج والريدنج ممتاز، بس المشكله عندي في السبيكينج ضعيف، في الجرامر حق السبيكينج. انتوا يعني عندكم في الكويت عندكم شين الملكيه، اخبارك شلونك؟ هنا الشين عندي ما تركب، الشين الملكيه ما راح تزبط معايا. يعني انا في النهايه شاب يا اخي، اضعف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا اله الا الله، لا اله. خروف العيد صحيح بكره عيد الاضحى، بس معقوله خروف العيد تبغى تصير خروف العيد؟
مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده كده ويقول ما ما ما. هو خروف العيد حبيبنا كل ليه مشتاق. شاب يا اخي، اضعف. انت ما تضعف، انا ضعفت يعني اضف. يعني لذلك اني انا خرجت من علاقتين ورا بعض، باريس هيلتون والبنت اللي في الريتسي. ضعفت ايش يا علاء؟ ايش اللي ضعفته بالضبط؟ افهم. ضعفت عن مبادئك، عن دينك، ضعفت خروف عشان قالت لك صرت ضعفت؟ اعتذرت يا علاء، اعتذرت. هذا هو علاء عنبر، هذا هو علاء عنبر اللي يقول مبادئ وخرابيط. في النهايه سبحان الله، ربنا قال اذا احب عبده حبب خلقه فيه. ربنا اذا احب عبد حبب خلقه فيه، واذا كره عبد كره خلقه فيه. اذا بتعرف ناس تحبك ولا تكره، خش في التعليقات عندك وشوف البلاوي اللي عندك. دخلنا في العنصريه وتكلمنا في العادات والتقاليد وتكلمنا في كل شيء، ما خليت احد. كل الناس يا علاء سب واهانه وقذف وبهدله. نهايه تليفون واحد اعتذار على طول. اذا كلمك الشخص هذا على طول، لا حبيبي على عيني وراسي وسيدي، اعرفك يا علاء، اعرفك من زمان يا علاء، مو شيء جديد. لكن ما توصل لهذه الدرجه يا علاء، تعتذر لحليمه بولند، تعتذر لها وتطلب منها الزواج كمان. يا اخي انت قاعد الحلم متزوجه، بغض النظر عن البلاوي اللي فيها، متزوجه. يعني ماني فاهم، انت ترضاها لنفسك؟ ما ترضاها. طب ليه؟ ليه يا علاء؟ ايش قاعد تسوي في نفسك انت؟ لما جيت تكلمت زمان على القبائل وما القبائل والناس وما عارف ايه وغلطت فيهم، وللاسف انت ما انت عارف من هم القبائل. القبائل يا علاء ترى في منهم مدرسين علموك، وفي منهم اطباء عالجوك، وفي منهم دكاتره في الجامعات خلوك انسان، وفي النهايه جيت تغلط فيهم. ترى مو كل اصابعك زي بعض، حتى اصابع اليد الواحده مو زي بعض. لازم تعرف انه كل شيء، كل طائفه وكل قبيله وكل منطقه وكل مجتمع فيه الزين وفيه الشين. ما تحكم على المجتمع كامل. انت نفسك كنت تزعل لما الناس تقول عليك طرش بحر، صح ولا لا؟ وما حد يرضاها. لا، اي مسلم ما يرضى على اي مسلم انه يقول له بهذه الطريقه ويهنه. لكن انت نفسك برضه كنت تهين من هم اقل منك، هنود، بنغالا، يمنيين، مصريين، ايا كان جنسيته، كنت تشوفهم اقل منك، صح؟ اللي ما يرضى لنفسه ما يرضى لغيره يا علاء، ما يرضى لغيره يا علاء. وهذا درس ليك، لازم تتعلم. ترى البحث عن الشهرة بالطريقة هذه أبدا ما هو صح. ما حد يبحث عن الشهرة عن طريق سب الناس وقذفهم وإهانتهم وبعد كده ترجع تعتذر. يا أخي على الأقل كمل، على الأقل حتى كنت غلطان خلي عندك مبدأ يا رجل بين الناس. ما إيه ده راجع نفسك يا أخ علاء، راجع نفسك. أنت اليوم تتكلم قدام الناس فرحان بشهرة زائفة، بكرة في قبرك ما راح حد ينفعك نهائيا. وحاول انك انت عندك ابناء، حاول انك انت الالفاظ الايحاءات اللي ما لها دخل امسحها من حياتك ومن خمس حياتك. انه عندك اولاد وبنات بكره يكبروا عيب يشوفوا ابوهم كان يقول الكلام هذا في وسط الناس. احب اختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن السنوات الخداعات اللي احنا عايشين فيها الان، سنوات الخداع عايشينها الان، اللي هي ايش هي؟ اللي احنا قاعدين نشوفها الان وعايشينها ونتذوقها ونتجرعها. السنوات هذه يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق بها الرويبضة. ويا كثر الرويبضة في الزمن هذا، يا كثرهم طلعونا في اليوتيوب وسناب شات وانستغرام وكثر. وما هم الرويبضة يا رسول الله عز وجل؟ قال التافه في القوم، التافه اللي ما عنده مبدأ ولا عنده أي شيء ويتكلم في أمور العامة في كل شيء. يا كثر الرويبضة. أخي وأختي المسلمين انتبهوا لنفسكم، قبل ما تقول أي كلمة وقبل ما تسوي أي شيء راجع نفسك وشوف نفسك، هل أنت من هذول الرويبضة فعلا ولا لا؟ إذا لقيت نفسك منهم أبعد واعتزل وتنحى عشان من جد ما تخسر لا دنيتك ولا آخرتك. المقاطع هذه حتفضل تاريخك، حتفضل موجودة ليك حتى بعد ما ماتك، حتى لما يكبروا عيالك يشوفوها ما راح تنمسح في اليوتيوب والمقاطع هذه. فتخير الأفضل، شوف أنت إيش تبغى تكون قدام الناس، تبغى تكون مهزأة، مسخرة، مسبة، تبغى تكون شيء سيء الناس تتكلم عليه، ولا تبغى شيء الناس تدعي لك فيه بعد ما ماتك؟ اختار اللي تبغاه، رويبضة، انسان صالح، انسان فاهم، انسان ما له دخل في اي شيء، يبعد عن هذه الحاجات كلها، شوف اللي تبغاه وسويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.